هلو في أقل من دقيقة هعلمك ازاي تسأل عن أي مكان بالإنجليش وبسهولة ومش هتتلخبط تاني. أول حاجة ابدأ تسأل ازاي أصلا. الجزء الأول من الفيديو يعني أول حاجة هتبدأ دايما بشكل مهذب، يعني ممكن تقول مثلا للشخص عايز تسأله excuse me، يعني لو سمحت، أو sorry to bother you، آسف على الإزعاج أو آسف لو هعطلك. وبعدين السؤال بقى اللي هو سؤال هيكون بسيط جدا جدا، أبسط مما تتخيل. شوف انت عايز تسأل عن ايه وقول مثلا where is the nearest، مثلا سوبر ماركت، سكول، هوسبيتال، اي حاجة بقى انت عايز تسأل عليها يعني. مثلا على سبيل المثال where is the nearest bank، فين أقرب بنك، أو how can I get to the nearest bank، أو the bank على طول يعني. how can I get to the train station، ازاي أقدر أروح لمحطة القطر، ده على سبيل المثال يعني. السؤالين دول ممكن تستخدمهم وسهلين. الجزء التالت بقى تفهم الرد. بعد ما سألت السؤال افهم بقى هيرد عليك ازاي. ممكن يقولك go straight مش على طول، او turn right او left يمين او شمال، is next to، او it's across from يعني هو قدام الحاجة المكان الفلاني يعني. طيب شوفي المثال ده كده عشان يفهمك ببساطة. excuse me how can I get to the hospital، go straight then turn left it's next to the pharmacy. بس كده تقدر بسهولة جدا تسأل عن أي مكان بالإنجليزي. جرب تستخدم الجمل دي النهاردة عادي الفيديو لو حاسس إنك منتش فاكر الكلام اللي أنا قلته. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير بس.